EU for you. قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم معنا في EU for you، برنامج كل جمعة يقدم لكم تونسيين وتونسيات أمنوا بقدرتهم على النجاح. ونخلطوا توا للجامعة، نخلطوا في سوسة للمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة. معنا سي منصف قيس، دونك ماتر اسيستون في اليونيفرسيتي. شنو أحوالك؟ عايشك، مرحبا بكم في المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة. الوغ برك الله عليهم كلهم هكا سيريو برشا، وكلنا ظهروا لي غراب مش كيما لي زيتيديون كي كنت تفكرهم قبل. تحس ان سونس دو لا ريسبونسابيلتي كبير، والريسبونسابيلتي نتاعك انت الفترة هذه اللي تمنوا اللي لازمنا نبدلوا شوية المنظومة، تمنوا اللي لازمنا نطوروا شوية في التدريس نتاعنا. وعليش هذه بالضبط؟ بالطبع نحن المؤسسة نتاعنا يلزمها تكون كومبيتيتيف، وما نجموش نكونوا كومبيتيتيف إذا كانوا ما نحسنوش من وسائل التدريس نتاعنا، وما نطوروش من وسائل التدريس نتاعنا. وهذا يكون يعني عنده إيجابيات كبيرة au niveau national. l'attractivité نتاع المؤسسات نتاعنا، attractivité بالنسبة للطلبة تقولي من برا جاي مثلا. هي حتى على الناسيونال يزيد يجونا طلبة يعني عندهم معدلات جيدة وناجحين في الكونكور. هذه معروف لا كونكورونس ما بين لي ديفيرونت ايكول دانجينيور، دونك نحن نحبوا ديما المتميزين يجيونا زاده. وفما كيف كل ما هو كيف كومبيتيتيفيتي نتاع الشركات، معناها باش يدخلوا التلامذة نتاعك يخدموا عندهم لازم يكونوا اقرب من تطلعاتهم. بالطبيعه نحن قرب برشا من المحيط الصناعي نتاعنا. نحن سوسه جهه معروفه يعني بالتكنولوجيا، وجهه معروفه يعني بمؤسساتها الصناعيه، ونحن ديما متواصلين معاهم. وهذا راهو التكوين الهندسي ما نجمش يكون تكوين ذو جوده اذا كان ما كانش ثم علاقه بيننا وبين المحيط الصناعي نتاعنا. واحنا موجودين توا في نوفيشن سيتي جوست اكوتي، اي بي يقعد كيف ديمونسيون اخرى اللي هذا الكل يستحق معناها مصروف، هذا الكل يستحق برشا فلوس، خاطر نعرفوا التجديد ديما معاه برشا فلوس. وهذاك علاش نحن كأساتذة ولا حتى كإدارة يعني ديما نبحثوا على مشاريع تنافسية، مثلا مشاريع تاع الاتحاد الأوروبي في نطاق برنامج إيراسموس بلوس. نحاولوا احنا كجامعة سوسة ديما ندخلوا في المشاريع هذه، منها نتعلموا ونحاولوا زادا نلقاو دي فون نيسيسير بور اميليوري لا كاليتي دو لا فورماسيون au niveau de l'université. Alors justement Erasmus Plus ديزاين، خلينا نقولوا بور لو ديزاين. منين جاتكم فكره الماستر، وكان تفسر لنا ديجا الماستر هذايا يتعلق بشنو؟ بيان ايفيدامون نحن سوسه معروفه بالزيكيبونتي اوتوموبيل، ونحن شركائنا الصناعيين نطلبوا منا ديما دي سكيلز تري بوينتو في دومين معين، وهذا ماهوش غريب يعني على مؤسستنا اللي هي منفتحه على محيطها الصناعي. سا سي تري بيان، خاطر نعرفوا علاش لي تكنوبول موجودين. لي تكنوبول نلقاو فيهم الشركات، نلقاو فيهم الجامعات، نلقاو فيهم الاختصاصات الكل اللي يخليو نقربوا معناها المنظومه من بعضها، وليو الجامعه توفر بالحق لي بوزوان نتاع الشركات والمحيط الاقتصادي نتاعها. دايور هذاك علاش خممنا يعني في الاندستري 4.0 هو تكوين يعني قريب برشا من تطلعات الصناعيين اللي في الجهه، وثم ان كومبوزونت جديده في الماستر هذا هي الانتربرونيا ديجيتال، يعني باش نكونوا الطلبه انهم قادرين يعاونوا المؤسسات هذه في الترانزيسيون ديجيتال نتاعهم، ويعاونوهم باش يعملوا ان ترانزيسيون ريوسي. الوغ نحكيو على لاندستري 4.0 اللي فيها اون ديمونسيون ديجيتاليزاسيون كبيره، لكن فيها تغيير كبير في لي بروسيس. اون فيت يكونوا ان شاء الله لي زيكيبمون الكل كونيكتي مع بعضهم، ويكونوا هما كونيكتي مع باقي لونتربريز. حاجه كبيره مش لازم ندخلوا فيها، سينو نعرف انت عندك برشا ما تقول، لكن نتخيل باش تعداو من الفكره من الفيزيون نتاعكم انكم تحطوا ماستر جديد على الاندستري 4.0 للقبول نتاعو، فما توت ان باركور. بالنسبه للكونسورسيوم يلزمنا شريك صناعي بيان ايفيدامون من تونس، الخاطر هو اللي باش يعاوننا بور امبليمونتي لو ماستر اللي هو كان نوفيشن سيتي في سوسه بالطبيعه، اللي هو خطوتين لهنا. ولكن باش يتكون الكونسورسيوم يكون إليجيبل لا سوميسيون تاعنا يلزمنا زوج شركاء من الاتحاد الاوروبي، زوج جامعات تم اختيارهم بطريقه الحقيقه كلاسيكيه. دخلنا اللينكدين وشفنا معناها لي كوليغ نتاعنا اللي هما عندهم الخبره في الميدان هذا الاندستري 4.0، وراسلناهم والحقيقه لقينا تجاوب، وتم يعني العديد من اللقاءات يعني اونلاين. سي سوبر. معناها بصراحه
لقيتوا شركائكم avec juste des échanges Des échanges عادي. كان يعبر الحاجة يعبر على السمعة متاع تونس في التعليم، وهذه حاجة بصراحة نفتخروا بها. دونك تلم الكونسورسيوم، شنو كانت المرحلة اللي بعد؟ المرحله اللي بعد الكونسورسيوم هي كتابه المشروع سلو ان ستاندار اللي هو هابط في البلاتفورم دو لا كوميسيون اوروبيين. دونك نحن عملنا ان ترافاي. لو ترافاي هذاك كان يعني نتيجه يعني لقاءات متداوله مع شركائنا، وخذينا لو سافوار فير اللي كومبيتونس اللي هما يعني الحقيقه موجودين في الجامعات هذيا، وكونا مشروع. فما فكره الترانسفير دو تكنولوجيا وعلاش فما شراكه بين تونس وبلدان في الاتحاد الاوروبي، معناها ان فري ترانسفير مش شرطين ثم ان سافوار فير الحقيقه موجود ديفلوبي. شركائنا يعني جامعه كامبيين بفرنسا وجامعه فلورنس في ايطاليا، هما جامعات يعني معروفه بتكوينهم الجيد، وخاصة في الميدان هذايا متاع الصناعة الذكية وريادة الأعمال. دونك قدمتوا المشروع وقتاش؟ قدمنا المشروع هذايا في على ما أتذكر جوان 2022. دكار. وتم قبوله في أوت 2022، والبداية الفعلية متاعه نوفمبر 2022. من أول المشاريع اللي تتقبل في تونس، وما زالت بالطبيعة الباركور كبير، على خاطر بعد هذا بعد ما تم قبوله نتخيل يعطيكم 55,000 يورو باش تكملوا الصياغة وباش تكملوا التحضيرات. بدأت المغامرة في نوفمبر 2022. دونك بان كيك اوف ميتينغ افيك نوتر كونسورسيوم المتكون كما قلنا من جامعة فلورنس وجامعة كامبيين، وتم اللقاء لهنا. تفاهمنا على برنامج عمل مدته 15 شهر لتحديد يعني التوجهات نتاع الماجستير هذا، لتحديد يعني الدروس بالضبط، الدروس لي بروسيدور اون فادير دو سيليكسيون، كل شيء فيما يهم الماستر هذا باش يكون بعد 15 شهر يكون حاضر، ونجموا ان شاء الله فهمتوا لين ياخذوا تمويل ما اكبر للبدايه الفعليه للماجستير. خاطر ما ننساوش تو هذايا ما تعطاوكم لي 55,000 يورو هذايا باش تنجموا تصيغوا، لكن في الاخر كان يتم الاختيار نتاعو فينالمون من عند الكوميسيون اوروبيين، المشروع هذا يولي افكتيف، معناها يدخل. وداير بالنسبه لهذا بالطبيعه يتطلب انه تتحصلوا في تونس على نتخيل التاشيره. بالطبيعه يعني سنه الحقيقه ما عندناش اكثر، يمكن زوز اسابيع يعني الوزاره الحقيقه اعطتنا التاشيره انه نبداو التكوين في ميدان الاندستري 4.0 لونتربرونيا ديجيتال. الحمد لله الحمد لله يا ربي، وان شاء الله نراو هذا يتدرس لهنا في سوسه ويتدرس في كومباني والبلايص الكل من الصياغه التونسيه. سؤالي ليك، شبيهم كلهم الثلاثه اللي تعداو من سوسه؟ في تونس ثلاثه تعداو تقبلوا والثلاثه من سوسه، شنو السر؟ السر والله ما يخفيش عليك، نحن عندنا بروجيكت مانجمنت اوفيس، سان بيرو لإدارة وصياغة المشاريع في الركتوراه. تم تكوينه عنده يمكن 3 سنوات، ونحن يعني كزملاء سواء إداريين ولا أساتذة يعني نتعاونوا مع بعضنا في كل شيء. مثلا إذا كان عندنا اكسبرتيز في حاجة معينة يعني نتشاركوها، وهذا اللي صار. يعني تم قبول المشروع الأول وتم قبول المشروع الثاني، والسنة تم قبول المشروع الثالث. وإن شاء الله العدوى تكمل للمناطق التونسية الأخرى الكل. ان توكا إن شاء الله هذه كيف نفس نلقاوها الديسيبلين الموجودة عند ليزيتيديون. كان ليزيتيديون تبارك الله التوانسة المتميزين بارتو تو موند يكونوا في تونس ويجيوا لهنا ويلموا كيف السافوار فير نتاعهم اللي نجموا نعملوه حاجة كبيرة برشا في الميليو أكاديميك باش ننفعوا به تونس، لاندستري تونيزيان، كيف الجامعات التونسية. EU for you. اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. لا كونسيبسيون تاع لي بروغرام في الجامعة، في المدرسة، في الليسي، مستنسين يجيو كانهم ديما هابطين من الوزارة. لكن احنا في عالم قاعد يتغير. اليوم الشباب يعطيو رايهم، الأساتذة سورتو عندهم راي على كيفاش لازم يكونوا البرامج هذوما. والبروغرام إيراسموس بلوس، البروغرام هذا اللي موجود عنده مدة في تونس، عنده ان بيرو لهنا يخدم على الموضوع هذا. معنا مدام نسرين بقلوتي لا كورديناتريس دو بروغرام. شنو حالك نسرين؟ عسلامة طارق، ميرسي بور لانفيتاسيون. الوغ روحنا توا من سوسة نسرين، اللي فهمنا منهم انه فما امكانيه كبيره ان شاء الله الفتره الجايه باش الاقتراحات نتاعهم، هالاقتراحات نتاع دي ماستر يتوجهوا في تونس وخارج تونس.
أي الماستر هذه تدخل في إطار أبل بروجي إيراسموس بلس اللي هي إيراسموس ماندوس ديزاين ميجر. هي اقتراح ماستر والكونسيبسيون نتاعها ما بين أساتذة من العالم كامل اللي هما يصبوا ان بروجي مع بعضهم. كما تو في الكام تاع سوسة أساتذة من جامعة سوسة مع أساتذة من جامعات أخرى أوروبية قاعدين يعملوا في كونسيبسيون تاع ماستر مع بعضهم باش يصير الماستر هذا من بعد تصير لامبليمونتاسيون نتاعو إن شاء الله في تونس اترافيغ لابيل بروجي باش يتصب في فيفري إن شاء الله. وعن طريق الماستر هذا يجي يتحصل ليتيديون بعد كي يقرا يجي يقرا اول حاجه يجي يقرا دي موديول في تونس وفي دول اوروبيه باش نخدموا عليه توا قاعدين مع وزاره التعليم العالي وفوالا. لا كيسيون ديكيفالونس بطبيعه مهمه، لكن هذايا يتخدم في فتره ثانيه ان شاء الله، وان شاء الله نحصلوا ليكيفالونس هذه في تونس وخارج تونس. والحاجة الباهية اللي لاحظنا تبارك الله جامعة سوسة داخلة بقوة، معناها كنا نستناوهم في جامعات أخرين إن شاء الله المرات الجاية يتم قبولهم. وهذه الحاجة اللي هي حسب ما فهمت ما فماش برشا بلدان في العالم اللي مش في اليونيون أوروبيين اللي حصلوا أوتون دو بروجي دو ماستر روتونو. اي احنا الحاجه اللي فيها بها اللي هي تونس اللي سوبوزيسيون توا الاولى على نطاق لي بيي بارتنير مع اوكرانيا بمجموعه 3 بروجيات. تحصل على 2 بروجيات 2022 مع جامعه سوسه اللي هما واحد على الانتيليجنس ارتيفيسيال والثانيه على الاندستري 4.0. وعندنا ان اوتر بروجي اكسبتي زاد كيف مع جامعه سوسه. ان شاء الله جامعات اخرين باش يدخلوا في اطار يخدموا على البروجي لابيل بروجي هذا اللي هو يخدم على ليكونومي سوسيال دي دومين اون بلوس طالعين برشا الفتره هذيا، ونتخيل الشباب يحبوا يقراوا فيهم، يكونوا فما دي موديول ولا دي سيكل موجودين باش يتحصلوا على دبلوم في لي سبيسياليتي هذوما. الوغ توا بالنسبه للكوتي افكتيف وقتاش بالضبط ان شاء الله باش يتم البت فيهم؟ شكون باش يقعد، شكون باش يتعدى، شكون لا؟ وفي تونس وقتاش تبداو لي ديمارش باش علاش لا يكونوا موجودين ويتقراو في جامعه سوسه وغير جامعه سوسه؟ اي هما كانوا عام ونص في مرحله الدراسه والكونسيبسيون تاع الماستر. كانوا مع كومونيكاسيون يخدموا مع الجامعات الاوروبيه باش يحضروا لي موديول وتفاهموا على لي موديول باش يتقراو. وان شاء الله تو باش يتعداو لمرحله الصبان بروجي، وان شاء الله تونس يختاروا تونس والمشروع نتاعها. وكل عام ايراسموس يحاول يجيد دونك حاجات جديده. كان مانيش غلط عام السنه كيف تحليتوا على الفورماسيون بروفيسيونيل؟ اي توا الايراسموس بلس ولات منفتحه على الفورماسيون بروفيسيونيل عن طريق دي زابيل بروجي اللي هي تحاول تعاون لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل في لي بروغرام دو فورماسيون نتاعهم والخدمات نتاعها. ولي زوبورتونيتي اللي تعطى للشباب كلهم امور تخدم عليها ايراسموس بلس، ومازال عندهم برشا جديد. ان شاء الله الفتره الجايه نحكيو اكثر خاصه على الفورماسيون بروفيسيونيل، خاطر نعرفوا قداش الشباب اليوم مهتم بالموضوع هذا. EU for you قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org.